ملخص مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب الأرجنتين اليوم في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات أولمبياد باريس الجولة الأولى. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم ملخص المباراة وجميع أهداف اللقاء ومن الذي سجل ومن الذي صنع الأهداف. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واجه المنتخب العراقي اليوم منافسيه منتخب أوكرانيا في ضمن مباريات الجولة الأولى أولمبياد باريس 2024، حيث دخل منتخب العراق بمعنويات مرتفعة من أجل إحراز الثلاث النقاط الأولى، وقد أحرزها المنتخب العراقي بكل جدارة وبكل احتراف، حيث سجل اللاعب أيمن حسين هدفه الأول عند الدقيقة 15 من صناعة اللاعب علي قاسم. وأيضا استقبل المنتخب العراقي الهدف الأول عند الدقيقة 35 لتصبح النتيجة هدف لهدف. ويضيف المنتخب العراقي الهدف الثاني عند الدقيقة 43 قبل انتهاء أحداث الشوط الأول لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة. دخل المنتخب العراقي في الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة من أجل إحراز الثلاث النقاط، وأضاف الهدف الثالث عند الدقيقة 63 عن طريق اللاعب علي قاسم لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ويضيف منتخب أوكرانيا الهدف الثاني عند الدقيقة 73 لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، حيث أن المنتخب العراقي قد راجع ودافع بشكل كبير من أجل عدم استقبال الهدف الثالث، ولكن أيمن حسين لن يترك المباراة تنتهي بهذه النتيجة ليضيف الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، وتنتهي أحداث اللقاء بهذه النتيجة هدفين مقابل 4 أهداف. وأحرز المنتخب العراقي 3 نقاط مهمة في المباراة الأولى قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في ضمن مباريات أولمبياد باريس الجولة الثانية. أشكركم على حسن المشاهدة، دمتم في أمان الله.